السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي على اسمها الباسيط. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الكيك رائع بطبقه مقرمشه من الفوق ومعلكه في نفس الوقت. بقاو معايا في هذا الفيديو باش تشوفوا طريقه التحضير. غنبدا معكم مباشره. غنحتاجو 3 ديال البيضات، غنستعمل مولينكس، ممكن تخلطوا بالدراب اليدوي. عندي هنايا البيض بدرجه حراره المطبخ. غنزيدو كاس ديال السكر وساشي ديال لافاني. كنخلطو كلشي مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديال هذا الخليط. وعاد غنزيدو كاس ديال الزيت، كنرجعو نخلطو وغنزيدو دانونه ديال لافاني. كنخلط ومن بعدها غادي نجيب واحد البول اللي غنخوي فيه هذا الخليط ونكمل باقي المكونات. غندير انايا شويه ديال الزبيب هنايا في وسط العجين. هاد الزبيب دوزتو في الفرينه باش هكذا ما يمشيليش لتحت في الكيك. ومن بعد زدت كاس ديال النشا، واحد الساشي ديال خماره الحلوى من وزن 8 غرام، وغنزيدو الفرينه شويه بشويه. عندي هنايا 2 ديال الكيسان ديال الفرينه. كنخلطو هكذا بشويه في اتجاه واحد. هاد الخليط ديال هاد الكيك كيجي شي شويه ثقيل، باش هكا الطبقه اللي نديروها من الفوق ما تهبط ليناش هكا وسط الكيك، كتبقى شاده راسها من الفوق. في هاد الاثناء انا شعلت الفران ديالي كيسخن على 180 درجه. وكيكون هذا هو القوام ديال العجين كما شفتوا. غنجيب المول، دهنت له الجوانب بالزبده ودرت له بابي كويسون، وغنخوي هكذا الخليط. وكندير هكا طبقه ديال التفاح محكوك. انا خديت هنايا 2 ديال التفاحات، وكتبقى على حساب الحجم ديال التفاح اللي عندكم. مهم هكذا تنغطيو الوجه ديال الكيكه. وغنزيد هنايا السكر اللي خلطته مع القرفه.
صراحه هاد الاضافه كتعطي واحد التعليكه وواحد المذاق ديال القرفه رائع. اللي ما كيبغيش القرفه يعوضها بالفاني. وغنزيد من الفوق هكذا عندي حبيبه الشكلاط، عندي اللوز مهرمش وشويه هكذا ديال الزبيب. وممكن تزيدوا اي مكسرات عندكم في الدار بحال الكركاع، او الا عندكم المشماش اليابس حتى هو كيجي زوين، كيعطي واحد التعليكه هو رائعه. مهم اللي عندكم في الدار كديروه. كتجي هاد الطبقه بحال هكذا صافي، وغندخلها للفران ونشوفوها من بعد ما توجد. من بعد ما طابت الكيكه راها عاد سخونه، شوفوا كيف كتجي، المنظر ديالها رائع. يعني انا كنخليها هكذا ما كنزيدش نزينها من الفوق. كاين اللي كيبغي يدير لها السكر كلاصي او لا يدهنها بالكونفيتور او لا يدير لها خطوط ديال الشكلاط. انا كنفضلها بحال هكذا، الديكور ديالها كيجي زوين. شوفوا كيف كتجي من الداخل. نتمنى انكم تجربوها، واكيد الا جربتوها غادي تنال اعجابكم. المذاق ديال التفاح مع القرفه كيتواتاو بزاف، كتجي معلكه ومقرمشه في نفس الوقت. شكرا لكم على تشجيعاتكم وعلى تعاليقكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. خليتكم على خير، بسلام عليكم.